الخبر المغربي. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. نعتذر مرة أخرى على هذا الانقطاع الخارج عن الإرادة بسبب ضعف الصبيب. لهذا يعني اضطرينا أننا باش نعودوا للمشاهدين الكرام النقل المباشر ديال هذا اللقاء مع السي عبد الرحيم خديري مباشرة من مدينة الفقيه بن صالح. غير باش يعني للتذكير باش نرجعوا للموضوع ديالنا، هو ان اليوم غادي نهضروا على الظاهره ديال الارتحال السياسي مدينه الفقيه بن صالح، او ما يسمى باقليم الفيستا. يعني المجلس الجماعي ديال مدينه الفقيه بن صالح ان هذه الظاهره ديال الارتحال السياسي يعني تفشات بواحد الشكل اللي هو كبير، وخير دليل ان الاحكام يعني اللي تم يعني اللي صدرات اخيرا من طرف المحكمه الاداريه شاهده على هذا الارتحال السياسي او ما يسمى باقليم الفيستا. الموضوع اليوم اللي غادي نهضروا عليه هو ان السي عبد الرحيم خديري اللي يعني ترشح في الانتخابات الجماعيه الاخيره سنه 2021 مع اللائحه ديال التجمع الوطني الاحرار، وكان في الترتيب او كان في الكلاسمون كيحتل الرتبه السادسه. لكن الاشكال اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو كذلك كيف ما قلت لكم كيدخل في اطار يعني الارتحال السياسي، علما ان المحكمه الاداريه حكمات مؤخرا بتجريد جوج الاعضاء عضوه وعضو بالمجلس الجماعي ديال مدينه الفقيه بن صالح، وغادي يتم التعويض ديالهم وفقا للترتيب ديال اللائحه، علما ان كذلك هناك نائب من التجمع الوطني الاحرار انه قدم استقاله وتم التعويض ديالو. لكن الاشكال في التعويض ديال هذا يعني خلاص التعويض ديال هذوك جوج المستشارين كيف ما قلت لكم اللي غادي يتم التعويض ديالهم. المستشاره غادي تطلع هذيك ضمنيا لان مقبوله بقوه القانون، ولكن اللي كان في الرتبه الخامسه اللي كان بعد منه السي خديري اللي هو بالمناسبه محاسب معتمد بمدينه الفقيه بن صالح، هو انه ترشح مع التجمع الوطني الاحرار، ولكن اثناء انتخابات الجزئيه اللي كانت دارت مباشره من سنه كانت دارت انتخابات جزئيه شهر 11 وي شهر 11 انه ترشح في انتخابات الجزئيه. يعني هذا المرشح اللي من المنتظر انه يعني باش يتم التعويض ديالو رفقه المستشاره ترشح مع حزب الاتحاد الاشتراكي، وكان توفروا بين ايدينا يعني نسخه من مسلمه من طرف باشا مدينه الفقيه بن صالح وصل نهائي يعني كيشير بان هذا السيد هذا ترشح اثناء انتخابات الجزئيه مع حزب الاتحاد الاشتراكي. الاشكال اللي كاين واش هذا المرشح قدم الاستقاله ديالو من حزب التجمع الوطني الاحرار اثناء الترشح ديالو من حزب الاتحاد الاشتراكي، وكذلك هذا السيد اللي غيتم دابا التعويض ديالو باسم حزب التجمع الوطني الاحرار واش مقدم استقاله للاتحاد الاشتراكي. اتصلنا بالناس او بالمكتب المحلي ديال الاتحاد الاشتراكي قالوا لنا بان المعني بالامر ما مقدمش الاستقاله ديالو من حزب الاتحاد الاشتراكي باش ممكن انه يتعوض باسم التجمع الوطني الاحرار. وكذلك واش هذا المعني بالامر يعني هذا المرشح المنتظر اللي غيتم التعويض ديالو داخل المجلس الجماعي لمدينه الفقيه بن صالح واش مقدم استقاله ديالو من يعني الحزب ديال التجمع الوطني الاحرار اثناء الترشح ديالو الانتخابات الجزئيه. وهذا هو الدور ديال السلطات الاقليميه اللي في شخص عامل اقليم الفقيه بن صالح. كفانا حنا نبقاو مقابلين غير محكمه اداريه ونبقاو مقابلين الطعون في حاله ما لا تم التعويض ديال هذا السيد هذا الخامس غادي يطلع وما مقدمش الاستقاله سواء للتجمع الوطني الاحرار او الحزب الاتحاد الاشتراكي، غادي ينوض السيد خديري كذلك وغادي يطعن وثاني المحكمه غتعاود ناظره مقدم استقاله ولا هذه. ما بغيناش هذه المسائل انها تتكرر، وهذا نداء كنبغي نوجهه للسلطه الاقليميه في شخص عامل اقليم الفقيه بن صالح. يعني خاص الاجراء القانوني يدار. كفانا نبقاو حنا مقابلين المدينه كتضيع، نبقاو مقابلين هذا المجلس هذا طعن هذا خاصو يحيد هذا كيف ما كيتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا المجلس الجماعي ديال مدينه القبصح ولا بحال داك الفيلم التركي ديال سامحيني. يعني هنا بغينا السلطات الاقليميه دير الدور ديالها قبل ما تاخذ اي اجراء بالنسبه للتعويض ديال هذا العضو المعني، خلاص، لان المستشاره ضمنيا بقوه القانون غادي تدوز. وفي هذا الاطار يا كيف ما قلت لكم راه كنهضروا بمسائل اللي هي قانونيه، لان شنو تيقول لك القانون؟ المشرع كيمنع الانتماء الى اكثر من حزب في آن واحد بمقتضى القانون التنظيمي رقم 29/11 المتعلق بالاحزاب السياسيه الماده 21، ونص على غرامه ماليه بسبب ارتكاب هذا الفعل كل طرف راغب في الترشيح، وكذا الحزب الذي منحه التزكيه مع علمه بتلك الوضعيه وفقا للماده 66، كما رتب عن ذلك اثار قانونيه تتعلق بممارسه الطعون الانتخابيه. وهذا الشيء ما بغيناش يتكرر في مدينه الفقيه بن صالح، علما ان هاد الجوج اللي جرداتهم المحكمه الاداريه من العضويه ديالهم داخل المجلس الجماعي ما احترموش الضوابط ديال الحزب ديالنا. يعني كذلك نفس الشيء اللي كيسري على هذا المرشح اللي غادي ربما من المنتظر انه يتم التعويض، يعوضوه يعني مكان المستشار اللي تم التجريد ديالو، علما ان كيف ما قلت لكم المستشاره الجماعيه ضمنيا هذيك غادي تعوض. بغينا السلطات الاقليميه انها تاخذ وتكون حذره وتاخذ الاجراءات القانونيه بحذافيرها اثناء العمليه ديال التعويض. ما بغيناش مساله نبقاو حنا مقابلين غير محكمه اداريه تسنى هذا المجلس، هذا الشيء ولا ممل، هذا الشيء ولا يعني ما. وفي هذا الاطار غادي ناخذ واحد الكلمه ديال السي خديري عبد الرحيم اللي غيقربنا الموضوع اكثر. السي خديري كلمه مختصره قربنا الموضوع بشكل عام. السلام عليكم. هضر شويه الصوت مرتفع. السلام عليكم. السلام عليكم. اولا الحمد لله وحده ولا يدوم وحده ملكه. في البدايه كنشكر جريده النهار المغربيه للصحفي الكبير اللي هو جدي عثمان، تنحيي من هذا المنبر هذا. اللي بغيت نقول لكم الاسم ديالي كامل خديري عبد الرحيم، محاسب معتمد بمدينه القبه صالح. سبق لي ترشحت بموجب الحزب ديال التجمع الوطني للاحرار وكانت عندي الرتبه السادسه. واللي قبل مني واحد العضو او اللي هو الرتبه الخامسه واللي كان ترشح بنفس الحزب، فاذا به كانت الانتخابات الجزئيه في نفس ما بين الانتخابات الجماعيه والجزئيه، يعني ما كاينش في شهر 9 دات الجماعيه وفي شهر 11 دات الجزئيه. هذا السيد هذا انتقل، يعني قلب فيسا، مشى من التجمع مشى الاتحاد الاشتراكي، وكما كتعرفوا بانه التزكيه ديال الاتحاد الاشتراكي ها هي كنتوفروا على نسخه من التزكيه ديال الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي. كيف ما قلت لكم مشاهدي جريده النهار نيوز المغربيه، هذا السيد هذا او هذا المرشح في كلتا الحالتين خاصو يكون مقدم جوج استقالات. مني مشى من عند حزب التجمع الوطني للاحرار، مشى ترشح بانتخابات الجزئيه باسم الاتحاد الاشتراكي، خاصو يقدم استقاله لحزب التجمع الوطني للاحرار. وكذلك اليوم ملي غادي نشوفوا غادي يتعوض في المجلس باسم التجمع الوطني للاحرار، خاصو يقدم الاستقاله ديالو للاتحاد الاشتراكي. اتصلنا بالمكتب المحلي ديال حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينه القبه صالح، قال لك اسيدي ما عندناش استقاله من عند الطرف المعني بالامر. السي خديري كمل لنا حول الموضوع. اخيرا تنسمع شي اخبار متداوله بانه غادي يدوز هذا العضو هذا اللي هو الخامس اللي ما كتوفرش الاهليه وما كتوفرش الشروط ديال باش يمر للمجلس البلدي. لهذا تذكير سميتو. لكن اسمح لي السي خديري، سمعنا بان يعني كان يعني اتصلتي او تم انك مشيت عند رئيس الشؤون الداخليه. اييه، ومشيت لعند عند رئيس قسم الشؤون الداخليه بعماله اقليم قبه صالح، واستقبلني الله يجازيه بخير، وحكيت له المشاكل اللي كاينه في هذا التعويض هذا، وقال لي بانه انا ما فراسيش هذا الشيء هذا، ولكن غادي نبحثوا في الملف وكنتمنى يكون خير ان شاء الله. اللي بغيت نقول لكم بانه هذا السيد هذا انه مدعم من بعض الاعضاء اللي هما كيجريو باش يدوزوه كما صحه. قانون شوف سي خديري، السلطه الاقليميه هي من تتحمل الان المسؤوليه. كيف ما قلت لك
ما بغيناش هذاك السيناريو ديال اننا نبقاو نشوفوا هذا تمشي غتنوض بحالة ما الا تم التعويض ديالو فيها غتنوض انت كيف ما قلتي ما غتسكتش على حقك. سوف لن اسكت. غتمشي للمحكمه الاداريه، المحكمه الاداريه نبقاو حنايا غير مقابلين هذا السيناريو ديال الطاعون وديال ما بغينا يعني يتخذ قرار اللي يكون معقول من طرف السلطات الاقليميه. تماما سي عثمان، ان سوف لن اسكت على هذا التجاوز الذي تجاهل القانون، والقانون فوق القوى والوطن للجميع، وشعارنا دائما الله الوطن الملك. وفي حاله الى داز هذا السيد هذا رانا غادي نقدم ملتمس للوزير الداخليه باش يفتح تحقيق في هذه الملابسات اللا اخلاقيه وغير قانونيه. عندك شي اضافه؟ هادشي هو اللي كاين. المهم يعني خلال النقاش اللي كنت كنناقش مع قويله قلت لي بان يعني بدايه الاسبوع المقبل انك غادي دير واحد المراسله رساله للسيد العميد العميد الاقليمي بن صالح تذكيريه نوضح ليه، لان دابا حاليا ما تمش التعويض، باقي ما تمش التعويض ديالو، ما عندكش حق او شي حزب انه يطعن حدود الساعه. غير خاص السلطات الاقليميه انها يعني الموضوع يكون تنبيه. انت دابا حاليا لا زلت منخرطا بالتجمع الوطني للاحرار، لا زلت مناضل بهذا. وربطتي شي اتصالات مع يعني مع الكاتب المحلي او الكاتب الاقليمي ولا ديال الجهه مع الحزب باش انهم يشوفوا هذه النقطه هذا بحكمك انك كمنخرط تنتمي للحزب ديال التجمع الوطني للاحرار؟ واش ما ربطتيش اتصال داخل الحزب؟ ما ربطش السي عثمان، ما ربطش شي اتصال ما بين الرئيس ديال المحلي وسميتو، ولكن هذا السيد هذا اللي غادي يلوز هما الناس واقفين معاه داخل الحزب باش انه يمر. يعني انا ما غاديش يتصنتوا ليا. انت يعني لا زلت منخرطا ولا زلت منخرطا وكنطعن ابتدائيا في هذا الملف هذا، في هذا العضو هذا الا داز رانا غادي نرفع ملتمس للوزير الداخليه انه ما غاتسكتش على حق. كيف ما سمعنا قبيله من خلال يعني حتى المكالمه اللي كنتي حاضر فيها السي خضري، ربطنا الاتصال مع يعني الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي على المستوى المحلي، حتى هما بدورهم تيقول لك اودي بان هذا السيد ما مقدمش او هذا المرشح ما مقدمش لنا الاستقاله، وحنا اننا غنديروا اجراءات القانونيه. بقى عندك شي اضافه؟ لا. شكرا مشاهدي جريده النهار نيوز المغربيه على المتابعة. كنتم معنا في هذا المباشر مباشرة من مدينة الفقيه بن صالح، وشكرا لكم. شكرا. المغربي، لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.